دايما بنسمع ناس بتتكلم عن صفات الطيور المهاجرة وبتهاجر ليه وإمتى وقت هجرتها، زي ما برضه بنسمع الناس تتكلم عن الطيور الاجتماعية. احنا بقى هنتكلم عن الطائر العنيد. بتقول ايه؟ الطائر العنيد؟ ايوه، الطائر العنيد. يا ترى عرفتوا ايه هو الطائر العنيد؟ اهلا بيكم، احنا قناة ميكس دوكيومنتري بالعربي، ويلا بينا في رحلة سريعة عن الطائر العنيد وشهرته ابو قرن. بيكون طائر ابو قرن غير منتشر في العالم. هو بيعيش في مناطق معينة بالقارة الآسيوية، بالخصوص في الأراضي المنخفضة والمرتفعة، وكمان في الغابات المختلفة زي جنوب تايلاند وشبه جزيرة المالايو. متوسط عمر الطائر ده حوالي 30 سنة. طائر أبو قرن هو طائر يشبه الديك، عنده فوق منقاره علبة بيكون وزنها حوالي 10% من وزن الطائر اللي بيكون وزنه 3 كيلو جرام. بتكون العلبة دي مصدر قوته وسلاحه للدفاع عن نفسه في حالة دخل حرب مع أنواع الطيور الأخرى. طائر أبو قرن اسم غريب لطائر أكتر غرابة. الطائر ده طائر نهاري، مش بيهاجر ومش اجتماعي، بيعيش في نطاق جماعات صغيرة جدا. بيكون نظامه الغذائي الأساسي على الفواكه، بالخصوص فاكهة التين، وبيتغذى كمان على أنواع مختلفة من الحشرات والزواحف. في أغلب الأوقات الذكور هي اللي بتأكل الإناث كنوع من الواجب الزوجي. شكل عيون الذكر باللون الأحمر مع حواف سوداء، وعيون الأنثى بيضة مع حواف حمراء. وأفضل شهور للتزاوج من شهر يناير إلى شهر أبريل. بيختلف الكثير حول تحليل شخصية طائر أبو قرن بسبب عشقه الكبير للشمس وشخصيته العنيدة. وللأسف الشديد ما تبقاش الكثير من الوقت أمام العلماء لاكتشاف الحقائق الغيبة حوالين الطائر ده، لأنه وللأسف أصبح مهدد وبشدة للانقراض، وده بسبب فقدان موائله وتدمير نسبة مهمة من الأشجار الضخمة اللي بيعيش فيها وبيحتاجها علشان التكاثر، وكمان بسبب الصيد الجائر، لأن بيكون الطائر ده مصدر مهم للحوم، وبيتم استخراج العاج من منقاره بطريقة أسهل من عاج الفيل ووحيد القرن. وكمان بيتم بيع جمجمته وريشه لأنه بيدخل أرباح مادية كبيرة جدا على الصيادين، وده سبب تعرض الطائر ده للانقراض. قبل سنوات قليلة كان الطائر ده في قائمة الطيور القريبة من الانقراض، لكن في سنة 2015 وبسبب ضغط الصيد المستمر وفقدان الموائل دخل الطائر ده في القائمة الحمراء الرئيسية للطيور المهددة فعليا للانقراض. ومن أهم أسباب تعقيد المشكلة دي إنه قليل التكاثر، لأنه أحادي الزواج، بمعنى إنه بيتجوز مرة واحدة بس طول حياته، وبيتكاثر مرة واحدة في السنة، وبتكون عدد البويضات بويضة واحدة. حاول بعض العلماء إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق صناعة أعشاش صناعية تشبه بنسبة كبيرة تجاويف الأشجار اللي بيعيش فيها. حاولوا يقنعوا بالسكن فيها علشان ينقذوه من الانقراض، لكنه رفض قاطع، وفشلت الفكرة دي كأنه بيقول للعلماء أنا مش هقدر أعيش غير في الأشجار الضخمة. ومن هنا أطلقوا عليه العلماء الطائر العنيد. بيصنع طائر أبو قرن أعشاشه داخل جذوع الأشجار، وبتكون الأنثى داخل العش مع البيضة بتحتضنها لمدة تفوق الشهر، وخلال المدة دي بيتكلف الذكر بإحضار الطعام. بعد فأس البيض لما بيوصل عمر صغير أبو قرن شهر واحد بتسيب الأنثى العش، لكن الذكر بيواصل إطعامه لشهور متعددة. بس كده خلصنا حكايتنا عن طائر أبو قرن. يا رب أكون قدرت أشرح بشكل بسيط. في نهاية الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وأي حد عنده أي فكرة أو مقترح أو موضوع جديد يسيبولي في التعليقات. دمتم بكل خير.